بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع ديالنا إن شاء الله غادي يكون لا سوليتود، اللي هي العزلة أو الوحدة، وغادي نخدموا عليها إن شاء الله بالبلان دياليكتيك، يعني بالتصميم الجدلي اللي كيكونوا فيه جوج ديال المواقف متعارضين. أول حاجة غادي نشوفوها إن شاء الله هي لانتروديكسيون، التصميم ديالها كيفاش غيكون. من بعد نشوفوا العرض كيفاش غيكون التصميم ديالو، ويجي موراه الخاتمه. والخطوه الثانيه ان شاء الله هي نجمعوا المواقف المؤيده للعزله او الوحده والمواقف المعارضه لهذا الموضوع. وفي التالي ان شاء الله غادي نديروا تنسيق ما بين التصميم اللي احنا غادي نشوفوه دابا وما بين الافكار اللي جمعنا باش يكون عندنا موضوع متكامل. بالنسبه للانتروديكسيون كتلقاو aujourd'hui, virgule, plusieurs gens dans notre société préfèrent يعني في يومنا هذا العديد من الناس في مجتمعنا يفضلون، يعني أي موضوع بغينا نحطوه هنا، alors que d'autres pensent le contraire، يعني بينما البعض الآخر يعني يعتقد العكس. donc quelle est l'idée la plus raisonnable parmi ces deux arguments؟ إذن ما هي الفكرة الصائبة من بين هذين الموقفين؟ هنا شفنا التصميم ديال المقدمة، غادي نشوفوا إن شاء الله التصميم ديال لو ديفلوبمون اللي هو العرض كيتكون من جوج ديال الخطوات. يعني الباراغراف الأولى كتحدث على المواقف المؤيدة أو المعارضة، والباراغراف الثانية كذلك الموقف المؤيد أو المعارض. مثلا d'une part من ناحية les gens qui préfèrent، نديروا الموضوع ديالنا يعني الناس الذين يفضلون défendent leur opinion par plusieurs arguments، يعني يدافعون عن رأيهم بالعديد من الحجج. d'abord بداية، وهنا كنديروا argument A يعني الحجة الأولى. فاش كنساليو نقطة كنبداو دائما بحرف كبير en plus بالإضافة إلى ذلك، وكنديروا argument 2 يعني الحجة الثانية، وفي الأخير enfin وكنديروا هنا argument 3 يعني الحجة الثالثة. هذه بالنسبة للباراغراف الأولى ديال لو ديفلوبمون اللي هو العرض. ننتقلوا للباراغراف الثانية. d'autre part من ناحية أخرى il y a d'autres personnes qui pensent le contraire، يعني هناك العديد من الأشخاص الذين يعتقدون عكس هذا الشيء أو هذا الموضوع. نقطة pour eux بالنسبة إليهم، argument A يعني الحجة الأولى نحطوها هنا، en plus de cela يعني بالإضافة إلى هذا، وكنديروا argument 2 يعني الحجة الثانية. finalement وكنطرحوا الحجة الثالثة argument 3. بالنسبة لا كونكلوزيون الخاتمة، يقدر دير الرأي ديالك مثلا امون نافي جو بونس كو، يعني في رأيي أظن أن، وهنا كتطرح الفكرة ديالك. يقدر تكون مع المؤيدين ديال فكرة الموضوع أو مع المعارضين، أو يقدر دير رأي محايد. يقدر نديرو مثلا خاتمة أخرى مثلا اونغيز دو كونكلوزيون، يعني فيما يتعلق بالخاتمة نقدروا نديرو يعني شي نطرحوا إشكال آخر على سبيل المثال. الآن غادي نمشيو للمواقف المعارضة لفكرة أو الموضوع ديالنا اللي هو لا سوليتود، يعني العزلة. أول حاجة دائما كنصح بها التلاميذ ديال الأولى بكالوريا ولا في أي مستوى، أول حاجة ما تبداش تكتب الموضوع مباشرة، ضروري تمشي للورقة ديال الوسخ وتجمع الأفكار اللي تقدر تحتاجها. من بعد كتجي الخطوة ديال أنك تنسق ما بيناتها بأدوات الربط، وفي الأخير كيكون عندك موضوع سهل جدا. لكن إلا بديت تكتب مباشرة الموضوع، يعني غادي تكتب واحد جوج ديال الأفكار حتى لثلاثة، وغادي توقف أو غادي يوقف التفكير ديالك. مثلا الفكرة الأولى المعارضة لفكرة أو لا سوليتود يعني العزلة، مثلا l'individu a toujours besoin des conseils des autres pour faire éviter beaucoup de problèmes et bénéficier leur expérience. يعني الإنسان
دائما يحتاج إلى نصائح الآخرين من أجل حل المشاكل ويعني الاستفادة من خبراتهم. هذه فكرة أولى. نزيدو فكرة أخرى: La solitude durable provoque certainement des risques et des problèmes de santé mentale qui mènent à la dépression, à la mélancolie et parfois au suicide. يعني العزلة يعني المزمنة أو يعني في مدة طويلة تتسبب في العديد من الأخطار أو مشاكل صحية أو عقلية، وتؤدي إلى الضغط، يعني الضغط النفسي والغضب، وفي بعض الأحيان إلى الانتحار. ونقدروا نزيدوا فكرة أخرى معارضة للعزلة: La personne qui préfère vivre seule peut trouver des difficultés de communication non seulement au sein de sa famille mais aussi dans son milieu professionnel. يعني الشخص الذي يحبذ أو يختار العيش بمفرده يجد العديد من الصعوبات في التواصل، ليس فقط داخل العائلة وإنما بالإضافة إلى يعني الوسط المهني الذي يتواجد فيه. من بعد هنا جمعنا الأفكار المعارضة للا سوليتود، غنشوفوا الأفكار المؤيدة. مثلا: On ne peut pas avoir des problèmes avec quelqu'un si on n'a aucune relation avec cette personne. يعني لا يمكن أن نجد مشاكل مع أي شخص إذا لم تكن هنالك علاقة معه. يعني فاش كتكون مثلا معزول عن الناس لن تجد معهم أي مشاكل. نزيد فكرة أخرى: La solitude permet d'avoir des moments de détente et de concentration. يعني العزلة تمنحك فترات للتفكير والتركيز. فكرة ثالثة: L'individu peut choisir la solitude afin de s'éloigner des problèmes et pour connaître le soi-même, surtout à l'âge de l'adolescence. Citons l'exemple de Sidi Mohammed dans le roman La boîte à merveilles. يعني الشخص يمكن أن يختار العزلة من أجل الابتعاد عن المشاكل والتعرف على الذات، خاصة في سن المراهقة أو الرشد. كمثال هو في رواية لا بواط ا ميرفي ديال سيدي محمد. هنا جمعنا المواقف المعارضة وجمعنا المواقف المؤيدة لا سوليتود. كيبقى لنا دابا ننسقوا ما بين التصميم ديال بلان دياليكتيك وما بين الأفكار اللي جمعنا. وهنا غادي نشوفوا المقدمة كيفاش غتكون. كتلاحظوا أنني لونت هاد الفكرة الأولى اللي هي كانت تصميم ديال لانتروديكسيون اللي شفنا في البداية، وهنا كنطرحوا الفكرة ديالنا وكنطرحوا واحد السؤال باش نجاوبوا عليه في العرض. ننتقلوا للعرض باش نشوفوا كيفاش نسقنا ما بين لو بلان اللي درنا وما بين الأفكار اللي جمعنا. ديفلوبمون كما كتلاحظوا هنا دون باغ، هنا جمعنا الأفكار اللي تؤيد فكرة لا سوليتود أو موضوع لا سوليتود. كتلاحظوا كما سبق وشرط يعني لونت هادو بلون أحمر، هادو هما الأفكار اللي كنا شفنا أو يعني التصميم، الطريقة ديال التصميم اللي كنا شفناه. وهنا لداخل كنزيدو غير دوك الأفكار كيكونوا بيناتهم واحد الترابط وكيولي عندنا واحد الموضوع متكامل. هذه بالنسبة للمواقف المؤيدة لفكرة لا سوليتود. وهنا في الفقرة الثانية ديال لو ديفلوبمون كنلاحظوا أن جمعنا المواقف المعارضة فكرة أو موضوع العزلة اللي هو لا سوليتود. هذه هي الفقرة أو الباراغراف الثانية اللي فيها المواقف. نفس الشيء كنلون هادو اللي كنا شفنا في التصميم، وهنا الأفكار اللي كنا جمعنا على المواقف المؤيدة لفكرة لا سوليتود. وفي الأخير نديروا واحد الخاتمة اللي هي عبارة على واحد الرأي، ويقدر دير رأي مخالف
أو رأي مؤيد لأي موضوع، ولا تقدر دير رأي محايد وتطرح إشكال آخر. أمون نافي جو بونس كو، في نظري أظن أن chacun de nous recherche des moments de solitude، يعني أي واحد فينا يبحث عن يعني فترات العزلة، soit un repos du corps، يعني مثلا راحة الجسم، soit pour favoriser la réflexion، أو من أجل التأمل أي تأمل الذات. mais il faut éviter d'être seul une longue période، يعني يجب عدم يعني البقاء بمفردك في فترة طويلة من أجل dans sa vie، يعني في حياته، pour ne pas engendrer des mauvaises conséquences، يعني من أجل ألا تتسبب في نتائج وخيمة. وغادي تلاحظوا هنا سالينا الموضوع ديالنا، غادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش غيكون في الأخير، يعني كيفاش غنكتبوه. كما كتلاحظوا هنا هذه المقدمة وهذا العرض فيه جوج ديال لي باراغراف، وحده لونتها بالصفر وحده بالخضر، وفي الأخير هنا الخاتمة. نفس الشيء هكا خصو يكون التصميم. دائما كنوصي المشاهدين الأعزاء والتلاميذ خاصة ديال الأولى بكالوريا يخليو واحد الفراغ من اللي يجيو يكتبوا أو من يجيو يبداو مقدمة، ونبداو دائما بحرف كبير، وما فيها باس نطرحوا واحد السؤال باش نطرقوا ليه في العرض. كتلاحظوا هنا خليت واحد المسافة ما بين المقدمة والعرض باش حتى المصحح كيعجبو الموضوع غير من خلال الجمالية ديالو يقدر تاخذ نقطة جيدة، وخا يكون عندك أخطاء إملائية. نفس الشيء فاش كنتقل العرض كنخلي واحد الفراغ تقريبا ديال 2 مربعات، وإلا كانت ورقة بيضاء تقريبا ديال 2 ديال السنتيمتر، وكنبدا بحرف كبير. كتلاحظوا كاين واحد التناسق ما بين المقدمة والعرض. كذلك في الباراغراف الثانية كنخلي نفس المسافة، وكتجي متناسقة مع المقدمة ومع الباراغراف الأولى والثانية. وفي الأخير هنا كنخلي واحد المسافة ما بين العرض والخاتمة باش يكون عندي واحد الجمالية في الموضوع. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف، وشكرا على المتابعة ديالكم. وكاين مواضيع أخرين إن شاء الله كاينين، يعني لا بوليغامي كنا درناها يقدروا يطلعوا عليها، ودرنا لا بين دو مور اللي هو عقوبة الإعدام، ومازال إن شاء الله نديروا المواضيع اللي كتتعلق بالروايات الثلاث، أونتيغون، لا بواط ا ميرفي، ولو ديرني جور دان كونداني. شكرا على المتابعة ديالكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.